لو قلت لك ان في طريقة توصل بيها من اي مكان في العالم للهوم سيرفر بتاعك ومن غير ما تفتح بورت واحد في الراوتر، وده مش كلام نظري، ده حقيقي وشغال دلوقتي مع اكتر من 5 مليون مستخدم حول العالم. خدمة اسمها تيليسكيل، وهو من اكتر الحاجات اللي غيرت طريقة شغلي في الهوم لاب. في الفيديو ده هتعرف بالظبط ايه هو تيليسكيل وازاي بيشتغل، وكمان ازاي تنزله على اجهزتك في اقل من 5 دقايق. يلا بينا نبدأ. علشان تفهم تيليسكيل صح لازم الأول نعرف الإنترنت ده بيشتغل إزاي. الإنترنت هو مجرد اتصال بين سيرفرات وأجهزة متوزعة حوالين العالم، وده اتصال فيزيائي بحت. فأنت مثلا لو عايز تشوف فيديو على يوتيوب، أول حاجة جهازك بيتصل بالراوتر أو برج الفور جي، بعدين بيروح لشركة النت علشان يعرف العنوان بتاع السيرفر، بعدين تروح للسيرفر اللي عليه الفيديو اللي انت عايزه. وبما انك مستحيل تجيب سلك فعلي وتوصل جميع اجهزتك لو هي في اماكن مختلفة، فاحنا هنستغل بنية النت التحتية علشان نعمل فوقها شبكة انترنت مخفية ومشفرة خاصة بيك انت وبس، ومحدش في العالم يقدر يشوفها غيرك. وهنا يجي دور تيليسكيل. عندك في البيت الراوتر بيدي كل جهاز متوصل عليه اي بي علشان يقدروا يتواصلوا مع بعض جوه البيت او على نفس الشبكة. بس لو انت طلعت بره وشغلت مثلا شبكة تانية او 4G، هنا الموضوع يختلف تماما. انت كده ما بقتش في نفس الشبكة الداخلية، فمش هتقدر تتواصل مع الاجهزة بتاعتك اللي داخل البيت. لكن لما بتشغل تيليسكيل بيعمل شبكة مشفرة فيها كل الاجهزة اللي على نفس الحساب، وبيدي كل جهاز اي بي، وبالاي بي ده تقدر توصل للاجهزة التانية من اي مكان في العالم. هنخش على جيت هاب واسيب لكم اللينك في الوصف. هننزل تحت، بعدين هناخد الامر ده كوبي، بعدين هنرجع للسيرفر بتاعنا ونخش على سيرفر، بعدين شيل، بعدين كنترول شيفت في، بعدين هنضغط انتر ويبدأ يحمل معانا. بعدين هننزل تحت عند تيليسكيل في بي ان هنضغط عليها. بعدين هو بيقول لنا مساحة اللينكس كونتينر، فانا هسيبها 4 جيجا. فاول حاجة عندنا اللي هي السبنت راوتر، وده بيخليك تفتح كل اجهزة البيت زي السيرفر مثلا او اي جهاز متوصل بالشبكة بتاعة البيت من اي مكان في العالم، كأنك في البيت بالظبط من غير ما تحتاج تنزل تيليسكيل على كل جهاز لوحده. تاني حاجة معانا اللي هي الاكزيت نود، وده بيحول السيرفر بتاعك لفي بي ان، يعني كل الترافيك اللي انت بتستخدمه بيعدي من عن طريق شبكة بتاعة البيت بتاعك. فاحنا هنختار التالت اللي هو الاتنين، بعدين هنضغط انتر، هيبدأ يعمل معانا اللينكس كونتينر، هيبدأ يحمل عندنا تيليسكيل. بعدين هناخد اللينك اللي طلع لنا دوت وهناخده كوبي كده وهنعمل له بيست، بعدين هنضغط انتر، هيفتح معانا بالمنظر ده. اول حاجة الحساب اللي انت هتسجل بيه لازم تسجل بيه على كل الاجهزة اللي انت هتستخدمها، فهنعمل ساين ان ويز جوجل، بعدين هنختار الحساب بتاعنا، بعدين هنعمل كونكت، بعدين هنضغط على فيزيت ذا كونسول من هنا، هيفتح معانا بالمنظر ده. اول حاجة هنخش على سيرفر من هنا، بعدين هنعمل عند ابروفد هنضغط على ايديت، بعدين هنعلم على الاي بي وهنعلم على يوز اكزيت نود ونضغط سيف. وبكده الجهاز بتاعنا اتصل ويقدر يتصل مع باقي الاجهزة. لو رجعنا للسيرفر بتاعنا هنلاقيه اتصل بنجاح. بعدين هنفتح التليفون وهنبحث عن تيليسكيل وهننزله، بعدين هنخش عليها نضغط جيت ستارتد، بعدين هنسجل بنفس الحساب اللي احنا سجلنا بيه، نخش على ساين ان ويز جوجل، بعدين هنختار الحساب اللي احنا سجلنا بيه، بعدين هنضغط كونكت. ولو رجعنا للسيرفر هنلاقي السيرفر والتليفون متوصلين بنجاح الحمد لله. واحنا لو قفلنا الواي فاي وفتحنا ال 4G، لو دخلنا على اي خدمة مثلا زي الهوم بيج هتفتح معانا بالمنظر ده. تقدر كمان من هنا تغير الاشكال زي مثلا او مثلا الستايل ده. لو عايزين تعرفوا ازاي اكتبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعمل عنها فيديو. كده وصلنا لاخر الفيديو، فما تنساش تضغط لايك وتعمل سبسكرايب للقناة. وقبل ما تمشي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. فما تنساش تصلي على النبي. وبس كده، سلام.